هتدفع عشان تاخد حقك هتدفع، بس الله يكرمه الباشمهندس احمد يعني، ويمكن حضرتك نفذت اللي ذكرته في مده اقل من اللي كان يعني متفق عليها، والحمد لله. احنا طبعا بنعتذر بقى على وقت حضرتك اتضايق النهارده وان احنا اخرناك. الدكتور قدامه كام ساعه حضرتك قدامك كام ساعه على الطياره يعني، الله يكرمك. بنعتذر جدا على وقتك. يعني ايه راي حضرتك في التجربه عموما كلها؟ كانت يعني ونعم المعرفه يعني البدايه. كان عندنا طبعا البيت لسه يعني بدروم وارضي ما فيهوش اي حاجه، فبمجرد ما كتبنا العقد مع سعادتك يعني ويمكن حضرتك نفذت اللي ذكرته في مده اقل من اللي كان يعني متفق عليها، والحمد لله. كمان في الاول كان الحديد غير مستقر، سعر الحديد غير مستقر. صحيح. فحضرتك نصحتنا ان احنا نشتري كميه الحديد كلها مره واحده في البدايه، بدل ما نشتري بس دور بدور. كانت بصراحه ونعم النصيحه يعني ان احنا اشترينا كل كميه الحديد بتاعت ال3 ادوار صحيح مره واحده، ودي فرقت معانا كتير جدا في رفع التريبل بعدها بالظبط كده يعني. الاسعار تضاعفت مره واثنين وثلاثه، والحمد لله كنا احنا اشترينا الكميه المطلوبه بتاعتنا يعني. بعد كده التجهيزات الواجهه الخارجيه والتشطيبات الداخليه الحمد لله يعني، المحاره والحاجات اللي كانت اتعملت في الداخل برضو كانت ما شاء الله كويسه جدا يعني، مقارنه بتجربه كانت قبل كده. يمكن احنا في الاول كنا عاوزين نسلم بدروم وارضي بس قبل ما حضرتك تنصحنا ان احنا نكملها ونسلم البيت على بعضه مره واحده. فالشخص اللي جه عمل لنا المحاره بتاعه الارضي والبدروم عشان على اساس انها تبقى واحده قابله للسكن، للاسف كان سيئه جدا جدا. وحتى البوابات الحديد اللي جابها رميناها بعد كده. يمكن كان من اكبر الخلافات ما بين الدكتور دايما، ودي حاجه غريبه شويه، ان حضرتك عايز يلا انجز حالك وادفع وخلص المواضيع وخلاص. انا اقول لك لا، احنا مش هندفع ولازم نوفر قدر المستطاع. يمكن دي كانت نقطه مهمه جدا جدا. احنا دايما كنا يعني لكن الحمد لله في الاخر يعني انجزت وتمت على خير. يمكن الطبيعي دايما ان الناس انا بيبقى المهندس او الشركه عايزه تخلص ندفع ونعمل، والعميل لا ما تدفعوش. لكن احنا كان الخلاف ما بيننا غريب شويه. صحيح كنت انا اللي فعلا بقول لحضرتك ادفع خلينا نخلص. انا اقول لك لا، الحمد لله كل حاجه باوان يعني، الحمد لله يعني باراده الله. الحمد لله احنا تم الحمد لله التسليم على خير والتنفيذ على خير، وكل الاجراءات الحمد لله اتعملت كما ينبغي الحمد لله. والحمد لله ما كانش عندنا مخالفه واحده بفضل الله الحمد لله رب العالمين. ويعني حتى ما اضطرناش لاي حاجه. انا كنت عارف ان احنا كل حاجه مشينا بالظبط ومشينا كويس، فعشان كده ما كنتش حابب ان حضرتك تتكلم. بصراحه انا يعني احب اضيف يعني حاجه في حضرتك يعني، مش عشان قدامك يعني، لكن الباشمهندس يعتبر من افضل الناس الواحد عارفها من الشباب اللي يعني الواعدين، بيحب ينجز عمله في وقته، وفي طبعا بانجاز تام من غير اي ملاحظات عليه، ودي طبعا تحسب له يعني. فان شاء الله يعني نتمنى لك كل الخير وكل التوفيق باذن الله يعني. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. تسلم شرفنا بيك جدا. ويمكن الحمد لله حضرتك رغم كنا كنا بره مع بعض، لكن الحمد لله الامور كانت الحمد لله كان التواصل يعني باستمرار، ما فيش اي مشاكل يعني في التواصل، ولو في اي ملاحظات كنا يعني بنناقشها مع بعض وبتتم يعني زي ما احنا عايزين. الحمد لله الحمد لله. يعني بصراحه انا يعني بثني على يعني الله يبارك في حضرتك يعني. الله يبارك في حضرتك، وربنا يا رب يكرمك وييسر لك امرك كده. الله يكرم حضرتك. متشكر جدا يا دكتور. يعني